هيحصل إيه لو عشت في جزيرة ضفادع لمدة 30 سنة؟ في البداية تابعنا عشان يصلك كل جديد، ويلا نبدأ. في الأول هتكون مرعوب من شكلهم وصوتهم، وهتحاول تاكل أي حاجة شبه الأكل الطبيعي، سمك، نباتات، أي حاجة تنقذك. بعد شهر الأكل هيبدأ يقل، ومع الجوع هتبدأ تبص للضفادع بطريقة مختلفة، مش ككائنات، كأكل محتمل. بعد 6 شهور لو الموارد قليلة ممكن تضطر تاكل حشرات، نفس الأكل اللي الضفادع بتاكله، وجسمك يبدأ يتأقلم تدريجياً. بعد سنة هتلاحظ إنك بقيت أسرع في رد الفعل، وعينك بقت تركز على الحركة الصغيرة زي الحشرات بالظبط، زي طريقة صيد الضفادع. بعد 5 سنين سلوكك هيتغير أكتر، ممكن تقعد فترات طويلة ساكت بتراقب وتتحرك فجأة وسريع، نفس أسلوبهم في الصيد. بعد 10 سنين طريقة أكلك نفسها هتتغير، ممكن تاكل بإيدك بسرعة أو حتى بدون طهي، مجرد بقاء مش رفاهية. بعد 20 سنة هتبدأ تتحرك بطريقة غريبة، قريبة من القرفصة أو الزحف أحياناً، عشان تتأقلم مع البيئة والصيد. بعد 30 سنة مش هتبقى ضفدع، لكن عقلك وسلوكك هيبقوا أقرب ليهم جداً، بتاكل زيهم، بتتحرك شبههم، وعايش بنفس قواعدهم. النهاية، لو اتحطيت في مكانهم 30 سنة هتفضل إنسان ولا البيئة هتغيرك بالكامل؟